السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ فاطمة الزهراء مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله وصفتنا من الأطباق التقليدية المغربية اللي ما تخطاناش في أغلب المناسبات ديالنا. اليوم غادي نحضروها للضيوف العزاز وغادي نديرها بطريقة جد رائعة. كيف قلت لكم هي من الوصفات التقليدية، ولكن كلها كيقدمها بالطريقة ديالو مع الأساسيات اللي غادي نحتفظوا بها وبعض الإضافات فقط. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم جميع اسرار ديالها وكيفاش كتجيكم زوينه بزاف وغادي تعجبكم وتجربوها. بقاو معايا نشوفوا التفاصيل ديال البسطيله من اول الفيديو حتى نهايه الفيديو. بسم الله على بركه الله. كنحتاجوا في المقادير اولا جوج ديال الدجاجات صغارين اللي غسلتهم مزيان وقطعتهم. كنحيدوا غير دوك السلوكه يعني العظمين. وعندي هنايا 2 كيلو ديال البصله اللي مغسوله ومنقيه، واحد القبطه ديال المعدنوس اللي غادي نديرها غير هكا في الاول، وعندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نتبلوا الدجاج ديالنا بالتتبيله. غادي نبداو اولا بالملح، ملعقه صغيره، ما تكتروش الملح لان الدجاج كيكون عندنا مرقد بالملح والحامض باش ما كيجيناش الدجاج مالح. وملعقه صغيره عامره ديال الابزار اي الفلفل الاسود، وملعقه ونصف ديال السكينجبير اي الزنجبيل، وملعقه ونصف ديال الخرقوم اي الكركم، وايضا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال القرفه، وايضا غادي نضيف ضامه البنه ديال الزعفران كتعطينا واحد النكهه زوينه في الدجاج. وفي الاخير غادي نضيف ملعقه ديال السمن الحار اللي كيعطينا واحد النكهه جميله بزاف. بالنسبه لي ما كيعجبهمش المذاق ديال السمن الحار يقدروا يستغناو عليه، وخا هو كيعطينا واحد المذاق زوين بزاف وراه ما كيجيش باين المذاق ديالو في هذه البسطيله. وغادي نضيف القليل من الزيت، حوالي نصف كاس من الزيت، والقليل من الماء يعني ربع كاس. وكنخلطوا هاد التوابل مع بعضياتها لان السمن كيكون ما دايبش. وما نساوش الثوم اللي حكيناها. وغادي نوضعوا في هاد التتبيله الدجاج ديالنا كنشرملوه بحال هكا. غادي نخليه في هاد التتبيله غير بالماء قطعنا البصله الى قطع صغيره، يعني ماشي بشرط نرقدوه فيها واحد الوقت طويل اولا نخليوه يجلس واحد المده، لا لان غادي نطيبوه على نار مهيله وما غاديش نضيفوا له الماء اثناء الطهي، فما غاديش يحتاج لينا يعني بزز منه غادي يتشرب. هذيك التتبيله صافي غادي ندير الدجاج كامل. بالنسبه للدجاج فانا عندي البسطيله كبيره كتحتاج تقريبا 2 ديال الدجاجات صغارين شويه، اولا بغيتو تعبروا الدجاج 2 كيلو ماشي دجاجه حيه يعني هكا 2 كيلو مفصلين ناضيين. صافي مباشره كنجيب واحد القاميله اولا طنجره. انا عندي الطنجره صغيره هذاك الشيء علاش كنطيب في القاميله. كنضيفوا البصله هي الاولى عاد كنضيفوا عليها الدجاج. بالنسبه للبصله كنضيفوا نصف كميه مقطعه على شكل مربعات، والكميه الاخرى غادي نقطعوها على شكل شرائح طوال. كنقسموها على 2 بحال هكا، ممكن تقطعوها بالهاشوار اولا غير بيديكم بحال هكا. دابا غادي نرجع للدجاج ديالنا نحركوه شويه. لاحظوا معايا الاخوات غير البصله كتطلق الماء ديالها لحقاش ناقص عليها البوطه بزاف على عافيه مهيله. من بعد ما كتشحر لينا ويتشرب لنا التوابل مزيان كنضيفوا عليه باقي الكميه ديال البصل اللي قطعناها شرائح. كنحاولوا نهزوا الدجاج الفوق والبصله من تحت، وغادي نضيفوا واحد الكاس ديال الماء عامر مزيان باش يطيب لنا الدجاج ونخليه يطيب على عافيه مهيله حوالي ساعه الا ربع، يعني 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه كيكون طاب معانا. وفي هذا الاثناء غادي نمروا باش نحضروا اللوز. عندي هنايا 500 غرام ديال اللوز يعني نصف كيلو. غادي نخوي عليه الماء طايب غليان ونخليه واحد 5 دقائق عاد نصفيه. كنقلب واش بدا كيتفسخ ليا الجلده ولا لا، وكنصفيوه من الماء وكنفسخوا ليه الجلده ونعاودوا نغسلوه ونخليه يتسقطر من الماء شويه. عاد نمروا باش نقليوه في الزيت اللي كتكون بارده ماشي سخونه باش ما كيتخطفش لينا في الطياب، كيطيب حتى من الداخل وكيجي مقرمش ومحمر بحال هكا. صافي كيكون تقلى معنا اللوز كنصفيوه من الزيت ونخليوه يبرد. دابا غادي نرجعوه للدجاج من بعد ما كيكون طاب كنحيدوه وحنا كنصفيوه من المرقه. كنحاولوا نهزوه بدون بصله. كتخليو البصله في الطنجره باش تدغمر لينا. لاحظوا معايا كيفاش طاب الدجاج وفتي لان كيكون عندنا مرقد في الحامض والملح.
والدجاج مقطع الى قطع صغيره. لاحظوا معايا واخا ضفت غير كاس ديال الماء، البصله كتطلق لينا الماء ديالها، غير هو خصو يطيب على عافيه مهيله. كنحيدو الدجاج كامل وكنخليه حتى كيبرد، عاد كنفردوه وكنحيدو منه العظمين تماما، وكنخليو البصله حتى كتنشف لنا المرقه تماما وتدغمر لينا مزيان، وكنحركوها مره. دابا غادي نضيف ليها القليل من المعدنوس مقطع، لان في الاول ضفتو غير قبيطه هكا. دابا كنقطعوه باش كيعطينا البنه اكثر، وغادي نضيفو القرفه باش كتعطينا اللون والمذاق. وما نساوش بطبيعه الحال السكر اللي كيبقى حسب الذوق. انا ضفت 2 معالق كبار عامرين مزيان. الا كانت ما كتعجبكمش الحلاوه بزاف ممكن تضيفوا غير 3 المعالق او اكثر. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق والاختيار. وكنحركوا البصله حتى كتنشف وتدغمر لينا وكيتعزل لينا الزيت على البصله. كنستمر في التحريك حتى تنشف لنا تماما من الماء. دابا غادي نمروا باش نوجدوا البيض. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا البيض ممكن، انا بالنسبه ليا البسطيله هي البيض. ما بغيتوش البيض كتزيدوا كميه ديال البصله كبيره وكتخليوها غير هي، يعني غير الدجاج والبصله واللوز. صافي لكم الاختيار، كتبقى مساله اذواق. بالنسبه للناس اللي كيقولوا ان البيض كيجي باين فما كتحسوش به نهائيا، ما كيجيش باين لينا في الحشوه وكيجي احسن وكيعقد لنا الحشوه اكثر. هذا في النظر ديالي، وكيبقى طبعا على حسب الاذواق كتختلف. كنطرب واحد شويه البيض. لاحظوا معايا البصله كيفاش تدغمرات ونشفات من المرقه تماما وتعسلات لينا. غادي نهز واحد الكميه من البصله، حوالي 2 معالق حتى 3. كنلبسوا بها الدجاج باش ما كيجيناش ناشف. دابا كنجهد العافيه ويدي ما كتوقفش من التحريك باستمرار. كنخويو البيض على دفعات ماشي كامل، شويه بشويه. ما كتخليوش البيض يطيب هكا بالطروفه او لا يطيب في البصله او لا يطيب في واحد البلاصه بوحدو. كنأكد عليكم اخواتي ما تضيفوش البيض في مره واحده، وحنا حدنا كنخلطوه وهي كتجمع لينا وكتعقد لينا البصله اكثر. كينشف البيض تماما حتى كيبان لنا الدخان اولا هذاك البخار اللي طالع كينقص، يعني ان الماء ما بقاش ورجع لنا البصله مندمجه مع البيض. صافي كنطفيو عليه البوطه. في هذا الاثناء غادي نمروا اللوز اللي طحنته في الهاشوار. ما طحنتوش حتى كيرجع لين، غير كيتهرمس، لان الهاشوار اصلا ما كتطحنش حتى كترجعنا الحاجه لينه، فقط غير مهرمش باش يجينا باين. فاش كنكونوا كناكلوا البسطيله كنلقاو تقرميشه ديال اللوز في الوسط ديالها كنحسوا بها. وغادي نضيفوا اللوز بعد المكونات اخرى. 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسكر فعلا حسب الذوق ديالكم، لان الحشوه ديال اللوز خاصها تكون حلوه. وطبعا استعملوا السكر كلاصي ماشي السكر الخاشن. ونديروا 1 الملعقه ديال القرفه، يعني اساس هاد الوصفه هي القرفه. نحسوا بها مزيان وغادي نخلط مزيان اللوز مع السكر. صراحه انا كان خصني نغربل هاد السكر، ولكن ماشي مشكل. غادي تذوب هاد الحبيبات منين غادي ندخلوها للفرن. صافي غادي نصفيو هاد البصله من بعد ما بردات باش تفادوا اي مشكل تفزق لكم الورقه ديالكم، باش كتصفى من المرقه تماما اللي كتهبط منها. دابا من بعد وجدنا المراحل كامله غادي نمروا باش ندريسيو البسطيله ديالنا. صافي اخواتي كناخذ هاد الصينيه الدائريه، الصينيه المعتاده عندنا ديال الاتاي، كندهنوها بالزبده. ممكن ديروا حتى في المقله ديال الحرشه كتكون دائره اولا اي صافيها عندكم دائريه. طبعا الا ما بغيتوش ديروا هاد المكونات اللي درت انا بزاف، غادي ديروا بسطيله صغيره اولا 2 صغار. ممكن غير كتنقصوا الكميه ديال الدجاج، كديروا غير دجاجه وحده كافيه. انا صراحه درتها كبيره، عندي عراضه مهمه والناس عزاز، هذاك الشيء علاش درتها كبيره. صافي كندير الوريقات كيف ما كتلاحظوا معايا، وانا كندهنهم بالزبده باش كتجينا الورقه مقرمشه. كنحطوها هكا مخالفين وحده على وحده تقريبا الجهد ديال واحد الكف ديال اليد، وكتحطي الورقه الاخرى. درت واحد 6 الاوراق هكا، النص في الصينيه والنص على برا باش من كنعمروها كنغلفوا به. 6 الاوراق هكا فرشتهم بحال هكا، وكندير واحد الورقه في الوسط اللي غادي نحطو عليها الحشوه. وغادي ندير الدجاج اللي فرشته كطبقه اولى هو الاول باش ما كيجيكمش الدجاج ناشف. هذيك البصله اللي نقصها قبل ما كنديروا البيض كنلبسوا بها الدجاج باش ما كيجيناش ناشف. كنسرحوا الدجاج مزيان هكا بيدي حتى في الجوانب، تحاولوا تقدوا الطبقه مزيان وتجيكم مساويه. غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البصله
مدغمره والبيض. شحال هذه كتكون نشوف الوالده ديالي كدير ما بين الطبقات الورقه كتفرق بيناتهم. صراحه انا ما درتهاش هكا لان هذيك الورقه اللي في الوسط كتجي بحال اللي ما طايباش، كتبقى اضافه ديال كل واحد فينا. وغادي ندير في الاخير طبقه ديال اللوز مع السكر. الناس اللي كيبغيو يقلبوها عادي يلمطوها، او عندهم جوج ديال الصفيحات او جوج ديال البسطيلات، كتبغي دير اللوز من تحت وكدير فوق منه الدغميره، عاد كدير الدجاج تقلبها باش تلمطها من تحت مزيان. صافي كنعاود ندير طبقات اخرى، كنعاود ندير الدجاج وكنوزعو كامل بيدي، ونضيف طبقه ديال الدغميره. دائما قادوا بيديكم لان يديكم غادي تحكموا اكثر وغادي تعطيكم العبار. وفي الاخير غادي نديروا اللوز. صراحه انا كثرت الطبقات لان كيف قلت لكم انا بغيت البسطيله تجيني عامره مزيان وكبيره باش تجيني زوينه اكثر في المذاق ديالها اولا وحتى في الشكل ديالها. ممكن ديروا غير طبقه واحده، ماشي بحالي درت 3 ديال الطبقات معاودين 2 ديال المرات. صافي غادي نلمطها مباشره، ما غاديش نبقى نقلب ونشقلب. غادي نجمع هاد الحواشي ديالها اللي كيبقاو برا. كنظن الصوره واضحه، انا غير كنزيد نشرح اخواتي اكثر باش يفهموني اكثر. اخوات بالنسبه للناس المبتدئين والمحترفات راهم عارفين ضروري اخواتي كندهنوا الورقه بالزبده باش كتجينا مقرمشه وما كتجيكمش فازقه فقط. تحاولوا تقادوها هاد الطيات مزيان وتلمطوها وانتم كتزيروا باش تجيكم مجموعه هاد البسطيله ومقاده. غادي نزيد اوراق اخرى. صراحه كنحاول نعطيكم جميع التفاصيل ديال البسطيله، ما ننسى حتى شي حاجه. هذاك الشيء علاش كنهضر بزاف فكنعتذر منكم، يعني الفيديو طويل فخصو يكون هذا هكا مفصل باش يكون مرجع للجميع. وصافي كنزيد ورقه اخرى وكنلمطها. ضروري اخواتي تدهنوا الورقه ديالكم باش تجيكم ورقه مقرمشه. الورقه وكنلمطوها مزيان. مني غادي ندير 4 ديال الوراق لان مازال غادي ندير تزيين. تحاولوا تلمطوها مزيان وتقادوا البسطيله ديالكم وكنقرصوها باش كتجينا مقاده ليها القاعده ديالها. ونزيد مازال نقاده اكثر بيدي باش جينا السطح مستوي، ما تجيناش جهه عريضه وجهه خاويه. اما تخليوها هكا فهي البسطيله التقليديه صراحه كتجي زوينه، اما نضيفوا ليها بعض الاضافات يعني باش كتعطينا شكل احسن. اولا غادي تزينوها بحال هكا لان مع عصور الزمن وحنا كنضيفوا اطباقنا التقليديه اضافات اللي كتميزها وما كتغيرش المضمون ديالها، فقط كتعطي اضافه احسن بكثير. وكيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ الورقه اللي طبعا كتكون مدهونه وكنجرب صبعي بهذه الكيفيه وكنديرها فوق البسطيله. انا غادي ندير 4 ديال الوريضات بالاوراق يعني 2 مقابلين مع 2. فبالنسبه للورقه فانا خديت كيلو، اما تاخذوا اقل واما تاخذوا اكثر حتى نتوما. كيلو غادي يشيط لكم منه، ولكن والله ما يشيط او لا يبقى خاصنا الورقه حتى تكوني كتوجدي البسطيله وعاد ما تقدكش. لهذا كتاخذوا كيلو واللي شاط كيبقى في الدار. الا كنتو غادي ديروها صغيره غادي تاخذوا غير نصف كيلو فقط من الورقه. ونحاولوا نثبتوا هاد الاطراف باش نلصقوا لينا مزيان باش ما يطرطقش لينا في الفران. صافي بهذا الشيء كنكونوا سالينا جميع المراحل التوجاد. غادي ندخلها للفران اللي مسخن من قبل، كنشعل عليها الفران من تحت ومن فوق باش ما تاخذش لينا الوقت في الطياب بزاف. راه كلشي عندنا طايب، غير غادي نطيبوا الورقه وصافي. حوالي نصف ساعه كتكون وجدات معنا. الا كان الفران سخون دغيا كطيب معنا البسطيله وكتوجد بسرعه. ها هي وجدات معنا اخواتي. كانت غادي تحرق ليا من الوجه ديالها ولكن ماشي مشكل، داركت الموقف. غادي ندهن ليها الوجه ديال البسطيله بالمربى لان مازال غادي نزيد لها بعض الاضافات باللوز افيلي اللي حمرته كيعطينا جماليه اكثر للطبق ديالنا. بحال هكا كنديروا في هاد البلايص اللي خاويين. وفي الاخير غادي نرش القليل من السكر كلاصي من فوق هكا من فوق الوريدات باش نغطيو على هذوك الحروقات وكنزيدوا جماليه اكثر للطبق البسطيله المغربيه. صراحه اخواتي كيجي الشكل ديالها لا في المنظر ولا في المذاق جد رائع اكثر وبنينه بزاف في المذاق ديالها. كيف عودتكم اخواتي غادي نقطع لكم باش نشوفوا من الداخل كيفاش جات. صراحه جات بنينه بلا قياس وبزاف المذاق ديال الدجاج مع اللوز والملوحه مع
الحلو، واحد المذاق واعر مع المذاق ديال السمن الحار، كيعطينا واحد المذاق اكثر من رائع بزاف. لاحظوا معايا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجيو الطبقات باينين وجاتنا عاليه لان كثرت الطبقات. صراحه اخواتي كنصحكم تجربوها، شي حاجه زوينه بزاف وهماويه. وبهذا اخواتي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكون خفيفه على قلوبكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. جربوا هذا الطبق المغربي كيجي اكثر من رائع، طبق هماوي ديال العراضات والمناسبات، يستحق تجربه اخواتي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك للتشجيع والتعاليق المحفزه كيف ديما. شكرا بزاف على مشاهده الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.